دايما اسم بيرسي تاو بيرتبط بنادي الزمالك خلال الفتره الاخيره. لحد اللحظه دي يا جماعه نادي الزمالك ما اتكلمش مع بيرسي تاو في اي حاجه وما ينفعش يتكلم، رغم ان عادي بتحصل على فكره انك تتكلم خارج المده القانونيه، بتحصل كتير. لكن لحد دلوقتي الزمالك مرحب ببيرسي تاو، لكن ما حصلش حديث مع بيرسي تاو. في ترقب لموقفه مع النادي الاهلي. الاهلي مش عايز بيرسي تاو، مش فارق معاه يروح الزمالك، يروح بيراميدز، يكشي، يروح في اي حته، ما عندوش مشكله. الناس في النادي الاهلي ما عندهمش اي مشكله خالص. هم نفسهم يخلصوا من بيرسي تاو في شهر يناير اللي جاي عشان يقدروا يعوضوا مكانه بلاعب اجنبي جيد يضيف للفريق. لكن في كل الاحوال الزمالك عنده شرط ان بيرسي تاو ينضم لصفوفه. ايه هو الشرط؟ ان يكون عقده في رينج 600,000 دولار. بيرسي تاو بياخد فوق المليون دولار في النادي الاهلي، واخد بالك؟ فبيرسي تاو اللي هو بالنسبه له وبالنسبه لاي حد يا جماعه فلوس مهمه، وكل واحد ليه حساباته وكلام من ده، بس هو